تخيل معايا تنام تصحى تلاقي نفسك في مبنى مهجور وكل طابق مسؤول عنه قاتل مأجور مستنيينك تنورهم علشان يعذبوك وياخدوا منك حته. هو ده ايه اللي حصل مع بطلتنا ريتشل. فيا ترى ايه حكايه البنت دي بالظبط وايه اللي جابها هنا اصلا، ويا ترى يا هل ترى هتقدر تتعامل مع المجانين دول ولا هي اصلا واحده منهم، وايه اللي يخليها تعمل عقد مرسوم بالدم مع اجن واحد فيهم. فشد عصيرك وترمي على سريرك وانزل اعمل لايك واشترك للدوبامين علشان يكمل ايام وشهور سنين، وصل على الحبيب علشان قلبك يطيب ودعونا نغوص في اعماق تلك الحكايه. دي هي ريتشل، بنت عندها اضطراب نفسي وذكرياتها مشوشه، بتصحى كالعاده بتلاقي نفسها في مكان مش فاكراه، ولما بتخرج من الاوضه اللي هي فيها الممر بيكون مليان ترسانه كاميرات، واللي بيزود الطينه بله ان في حد بيراسلها من بعيد، واول سؤال بيساله هو انت مين وايه اللي جابك هنا؟ بترد وبتقول انا اخر حاجه فاكراها اللي انا شفت ناس بتموت وعلشان كده بابا وماما ودوني المستشار نفسي. وفجاه بيظهر اسانسير من العدم، واول لما رجليها بتقطع بتسمع صوت مرعب. تم استقبال القربان الجديد وبتطلع على منطقة اسمها منطقة اللاعبين، مكان مليان دم والجثث معبية من ساسه لراسه. طبعا ريتشل يا معلم تور الله في برسيمو، فبتفتح سبرنت بتدور على اي مخرج يخرجها من الجحيم ده، ولكن ده بقى هو زاك، شخصية سايكو ملهاش حل بتستمتع بتعذيب الآخرين. أيوة هي ديت التعابير المطلوبة، وعلشان يزود الجرعة أكتر وأكتر بيلعب معاه لعبة القط والفار. قدامك 3 ثواني، لو ما اختفتيش من أنظري حالا اعتبري نفسك في إعداد الموتى. البنت الخوف والهلع كان مسيطر عليها بالكامل. 1 بس بتتملك نفسها وبتفتح أحلى سبرنت. 2 ولحسن الحظ بتقدر إنها تستخبى في إحدى الغرف. 3 وبيطلع وراها، ويا بختك المايل حرفيا بيقدر ان هو يحدد المكان اللي هي فيه. بيكسر الباب وبيبدا يرعبها، بس بما انه مش شايف تعابيرها فسابها ومشي. البنت بتطمن فبتطلع علشان تلاقي اي مخرج، واثناء ما هي بتهرب بتلمع عصفور متعور فبتروح علشان تعالجه. هو دوت وقته، بس الفاجر بيظهر من وراها وبيقول لها المره دي مش هيكون في تاني، وبيفضل يهجم عليها بالمنجل بتاعه ومش عايز يقتلها علشان ريتشل مخليها في عز نشوته. وفي وقتها البنت بتوصل للاسانسير اللي جابها للجحيم ده وبتحاول تفتحه لانها داخله في سباق ضد عقارب الساعه. الواد وراها هيجان والبنت في حاله رعب، وقبل ما يخلص عليها البنت بتقدر ان هي تخش لحسن الحظ وبتوصل لطابق شبيه جدا بالمستشفيات وبتطلع تجري وقلبها عمال يدق. وفجاه دكتور بيظهر من وراها بشكل مرعب وبيقول لها ما تخافيش انا المستشار النفسي بتاعك، وبياخدها معاه على اوضه مهجوره وعلى الحيطان جمله غريبه كل شخص عنده رغبه عايز يحققها، والدكتور بيقول انا كمان عندي رغبه واللي هي جمع العيون. بيبص لها بنظرة كلها رعب، انا عايز عينيك الجمال دول لانهم بيفكروني بامي. بيدخلها على اوضه تانية علشان تدور له على حاجه كده، لكنها بتكتشف الصدمه ده مش مكان عادي، ده مختبر تجارب مليان برطمانات فيها عيون بشر. ساعتها بتفهم الحقيقه، ده مش دكتور عادي، ده قاتل متسلسل. بعد ما بيقتل ضحاياه بيجمع عيونهم، بياخد منها البرطمان بمنتهى البرود وبيأمرها تستنى بره وما تحاولش تهرب. لكن البنت كانت هتموت من الرعب وبتحاول تفتح الباب وفعلا قدرت تفتحه، بس بيطلع من وراها وشه بيتغير وبيحترف ان هو كان مستني اللحظه ديت، وقبل ما تستوعب اللي بيحصل بيثبتها على السرير ومستني لحظه الرعب اللي هتظهر في عينيها. بالنسبه له النظرات ديت اجمل حاجه في الحياه، ولما بتساله عن اهلها بيقول لها ببرود زمنهم في الجحيم. الخوف بيزداد في عينيها وده بيبتسم لانه اخيرا لقى اللي كان بيدور عليه. وفجاه زاك بيظهر وبيخلص عليه وبيفضل يضحك بكل جنون. انا قطعت كل المسافه ديت علشان اقتلك، يلا استعدي. ولكن ايه ده، انت فعلا عايزه تموتي؟ كده الموضوع هيكون ممل جدا. وفي تلك الاثناء بيسمعوا صوت بيقول تم اختراق القواعد، تم تحديد القربان الجديد وهو زاك. الواد بيلمح وهو طايره لازم يطلع للطبق المسؤول عنه قبل ما يموت، بس للاسف الاسانسير مقفول ومش عارف يفتحوه. وساعتها ريتشل بتتذكر كل شيء وبتقول انا ما ينفعش اعيش. بتروح لزاك وبكل هدوء بتقول له ارجوك يقتلني. الواد بيقول لها انا مش فاضي لهبلك دوت، انا لازم اهرب من هنا حالا قبل ما اموت. البنت بتقول له خلاص انا هساعدك في الهروب، ولكن في المقابل انا عايزك تقتلني. نخرج بس واقسم لك اكبر حته فيكي هتكون عامله زي النمله. الصفقه بتتم ما بينهم وديت على طول بتروح تاخد المفتاح من جيب الدكتور داني وبتقدر ان هي تفتح الاسانسير. الواد بيقول لها انت فعلا
كمان ذكيه وهتساعدينا للهروب من المكان ده. البنت بتفرح ودواب بيقول لها ما تضحكيش، انا ما بقدرش اتحكم في نفسي لما بشوف التعابير ديت. المهم بيتحركوا بالاسانسير وبيوصلوا لاحدى الطوابق. ريتشل بتقول له صح، هو انت ايه سبب وجودك هنا؟ فبيرد انا جيت علشان هم قالوا لي تقدر تقتل اي حد انت عايزه، واظن ان دوت سبب وجود كل اللي موجودين. بيبداوا بقى استكشاف المكان، واول حاجه بيشوفوها حرفيا تجمد الميت، مقابر لا تعد ولا تحصى، وكلام مكتوب على كل قبر واحد اتقتل. لا وكمان في قبرين لسه ما استقبلوش ضحاياهم، ودول كانوا بتاعوا مين؟ ايوه ريتشل وزاك. حاجه مرعبه تلاقي قبرك ومبني قبل ما انت تموت، بس دول يا معلم نو رياكشن. المهم ساعتها البنت بتلمح تيار هوا جاي من الفتحه ديت. زاك بيقول لها يلا روح استكشفيه لان المكان ضيق وانا مش هعرف اخش، بس اوعي تنسي انت قطعتي وعد معايا وانا بكره الكدابين، فلو دماغك سوحتك وقالت لك تعالي نهرب علشان زاك ما يقتلناش انا هاجيلك حتى لو كنت في قاع الجحيم. فبتقول له تمام وبتخش. المكان كان ضلمه جدا، ولكن بيقطع السكوت دوت ضحكه مرعبه. في اخر الممر كان في باب ولكنها ما عرفتش تفتحه، وقبل ما تمشي بتلاقي رساله مكتوبه ليها خصيصا انا عايز اجيلك يا ريتشل بس هم مانعيني، علشان كده انا جهزت مكان ترتاحي فيه اللي هو القبر يعني. نسيبها بقى تقرا في الرسائل ونطلع للمتخلف اللي بره اللي مش لاقي اي حاجه يعملها، ولذلك قرر يدمر كل القبور اللي موجوده. وبالفعل بيبدا يعمل كده، واول واحد بيتدمر كان بتاعه، واثناء ما هو بيدمر فيهم في طوبه بتنزل على زرار كده، وفي نفس الوقت الباب اللي عند ريتشل بيتفتح بيوصلها المكان جوه معلومات عن كل شخص جه هنا وما خرجش منه، وكان في ملفين مذكور الطريقه والوقت اللي هي هتموت فيه هي وزاك. فبتطلع له وبتقول له هو انت مش فالح غير في التدمير؟ فبيقول لها اخرسي. فبيتعرفوا على كل حاجه عرفتها. الاب بيقول لها انت عرفتي هويتي الحقيقيه، ايه شعورك دلوقتي؟ بترد عليه بمنتهى البرود مش فارقه معايا. الواد كان مستشيد غضب لان البنت مش خايفه منه البتة. فبيقول لها على فكره اخر واحده ادتني نفس التعابير ديت انا حرفيا قعدت اكتر من 3 ايام عمال اعذب فيها، فما تخلينيش اعمل فيكي كده قبل ما نخرج. بترد عليه بنفس العين المطفيه يلا ندور على مكان علشان نخرج من خلاص البركان انفجر وبيدمر قبرها اللي هي طلبت ان هو ما يدمروش. البنت بتطلع التعابير المطلوبه ولكنه ما بيرضاش يقتلها، وبيغزي الشيطان وبينزل الترعه يدور على اي مخرج. البنت بقى بترجع لنفس الغرفه وبتسمع نفس الضحكه المستفزه، والغريب ان هي بتلاقي رساله جديده محتواها انا وانتي احلامنا متشابهه. بره بقى زاك شكله كده خد دور برد، فبيطلع من الترعه وبيفضل يلف حوالين القبور ودماغه شغاله بريتشل عمال يفكر في الطريقه اللي هيعذبها بيها. وفجاه النور بيقطع وشخص بيظهر من العدم وبيقول له انا تعبت نفسي علشان اعمل لك قبر مناسب ليك وفي الاخر انت تدمره بالسهوله ديت، ما انا دمرته علشان يناسبك ايها القزم. والشخص دوت بالمناسبه بيكون اسمه ايدي اللي بيقول له اي نعم انا بحب شغلانه حفر القبور وكده، ولكن الموضوع زاد عن حده، ده انا كل يوم يا عم بعمل لي بتاع حوالي 20 قبر، كفايه بقى سديه. وافضل قبر انا ابدعت فيه هو بتاع ريتشل اللي انت دمرته، وعلشان كده انا لازم اقتلك. عارف ليه؟ لان انت دمرت قبر حبيبتي، وبما انك عامل صفقه معاها فانا هقتلها قبلك. لا سايكو يعني مفيش اي كلام. زاك بيقول له مفيش غيرها هيقتلها وبيفضل يهجم عليه، فدوت الصديقي بيختفي من قدامه والنور بيرجع زي الاول. ريتشل بقى وعلى الصعيد الاخر بتلاقي باب ظهر من العدم، وفي الممر كان في رساله برضه محتواها انا وانت عايزين نفس الشيء علشان كده ما تقلقيش. ومن العدم ايدي بيظهر من وراها وبيقول لها انا هحقق لك امنيتك، بس دوت مش هيكون مجان، انت هتحققي لي امنيتي، قولي انت بس نعم وانا هقتلك، وما تقلقيش انا مش شخص سادي يعني هقتلك على طول، مش هفضل بقى اعذب فيكي واتلذذ بمعاناتك. ولما ما بياخدش منها اجابه بيقول ايه ده، هو انت عايزه تتقتلي على ايد المتخلف اللي بره ده؟ اوعي تكوني نسياني، انا ايدي صديق طفولتك، وافق انت بس على الاتفاق وانا اعرفك كل حاجه عن ابوكي وامك، بس انا ما اعرفكش انت مين اصلا. الاب بينصدم ازاي انت مش فاكراني؟ مش مهم قولي انت بس امنيتك بصوت عالي وانا هنفذها لك. البنت بتخاف وبتبدا ان هي تبعد عنه، ودواب بيقول لها ما تقولي نعم بقى، بس انا وعدته ان هو اللي هيقتلني، يعني هتفرق معاكي مين اللي هيقتلك؟ ما في كلتا الحالتين موتة، بس انت لو قتلتني دلوقتي هو كده مش هيقدر ان هو يخرج من المبنى ده. اللي بقى في تلك الاثناء حس بغيابها فبيفضل يدور عليها لحد ما بيوصل للحيطه المنشوده، بيعلي صوته والبنت بتسمعه وزاك بيحس بيها، وقبل ما ريتشل تستوعب اللي بيحصل ده بيقول لها ما تقولي نعم بقى. ومع الزن والالحاح كانت خلاص هتوافق، ولكن بتسمع صوت زاك انت وعدتيني ان انا اللي هقتلك فما تخلفيش بوعدك علشان انا بكره الكدابين. البنت بتفرح وبتقول له انا مستنياك، ودوت لما بيصدق بوم بيدمر الجدار
الانوار. ايدي بقى بيختفي عن انظارهم وبيقول انا مش فاهم هتفرق معاك في ايه مين اللي هيقتلك، وانت يا الهمجي اقسم ان انا هقتلك قبل ما اقتلها. وبيشغل النور وصوته بيختفي. زاك بقى بيقول لي للبنت انت عارفه انك كنت هتموتي صح؟ البنت بتجاوب كالعاده بعينيها المطفيه انا وانت عملنا اتفاق انا هساعدك علشان تخرج من هنا وفي المقابل انت هتقتلني صح؟ فبيقول ايوه ما انا لسه قايل كده دلوقتي. طب كرر الجمله تاني. خرجيني من هنا الاول وزي ما قلت قبل كده اكبر حته فيك هتكون عامله زي النمله. فبتقول له انا سمعت صوت باب اتفتح تعالى نروح نشوف ايه ده. واثناء ما هما في الطريق بيظهر لهم ايدي من تاني وبيقول لهم على ما اظن كده انكم عارفين القوانين بتاعه المبنى دوت. البند الاول من يخترق القواعد يجب عليه الموت. البند التاني كل اللي موجود في الطبق اللي انت مسؤول عنه تحت رعايتك. طبعا انتوا فاهمين يعني ايه. البنت بتقول انا قلت اللي هيقتلني هو زاك مش انت يا ايدي. الواد بيتجنن وبيقول ازاي انا اللي هقتلك وبينقض عليها بس زاك بيتصدى ليه وبيبعده. فبيفهم على طول ان هو مش قدامه اي فرصه في المواجهه المباشره. فبيطفي الانوار وبيبدا يلعب في الضلمه. مهما تكون حواسك قويه مش هتقدر تصيبني لانك مش شايفني اصلا. وفعلا زاك ما كانش قادر ان هو يسيبه البتة علشان كده طلب من البنت ان هي تدور على مفتاح الكهرباء وتنور المكان. واثناء ما هي بتدور الواد بيظهر من وراها وبيضربها وبينزلها في التابوت والبنت بتستسلم او دوت اللي بيبينه لايدي لانه لما بيحس بالامان بيرخي دفاعه وبيرفع الجروف. فريتشل بتفتح الكشاف في وشه وهي واحده في الثانيه جابته جوه التابوت وبتنور المكان. الواد بيقول لها انا قلت لك ان انا هحقق امنيتك. قام زاك ظهر من وراه وقال له انا اللي هعملها يلا وبوم واحده في الثانيه خلاها مفروض على التابوت وعلشان ما يقدرش يتحرك قفله يا معلم. والمكان كان حوالين الاتنين كان جميل لدرجه لا توصف حرفيا. المهم ريتشل بتدوس على زرار كده وده بيظهر الاسانسير بتاع الطبق اللي بعده. الاتنين بيركبوا ودي بتقول له انا بساعدك اهو ما تنساش تنفذ وعدك. يوصلوا للطبق الثالث اللي بيكون غريب شويتين لان في كاميرا بتراقبهم وقضبان حديديه قافله عليهم الطريق. الواد بيقول لها يلا يا مخ ورينا هتفتحيه ازاي. فبتقول له انا معايا ابره وخيط بس بما ان مفيش كالون فمش عارف افتحه اشتغل انت يا عضلات. بيحاول يدمره ولكن القضبان كانت من الفولاذ وفي وقتها الار بي جي ده بيتحرك وبينزل فيهم خرطان بس لحسن الحظ بيقدروا ان هم ينجوا. فعلا يا زاك انت عندك سرعه بديهه مش طبيعيه. اي حد غيرك كان زمانه ميت ولكن انت بجد استثنائي. وبما انكم في الطبق بتاعي فانا القاضي وانتوا المجرمين وقبل ما الفظ بالحكم لازم نتسلى بيكم شويه. بتفتح لهم الطريق ودول بيعدوا ولكن الباب الثاني كان مقفول. حرفيا الصديق هتجننهم بتقول لهم يلا تصوروا علشان المجرمين بيبقى عندهم سجل اجرامي. زاك كان جايب اخره حرفيا بس غصب عنه بينفذ الامر. اول لما بيتصوروا بتفتح لهم الباب الثاني اللي الحيطان بتاعتها كانت عليها الطريقه اللي هتعذبهم بيها. بتدخلهم بقى غرفه القاضي وقال ايه الحضور يعني من ضمه وكده. كان في كرسي بس هو اللي فاضي فزاك راح قاعد عليه بس فجاه النور بيطفي وبتنزل ستاره ولما بتتفتح بتكون قيادة زاك. ده كرسي كهرباء متخصص في التعذيب وانا دلوقتي هجربه عليك. وبتبدا فعلا ان هي تكهرب فيه. وبما اني طيب هعرفكم الطريقه اللي توقفوا بيها الكهرباء ديت. في لغز موجود في الاوضه لو قدرت انك تحليه ريتشل ساعتها زاك هينجو ولكن لو اتاخرتي هضطر ان انا انزل عليه حكم الاعدام لانه قاتل متسلسل. صح انا نسيت اعرفكم بنفسي انا اسمي كاسي. ومكمله تعذيب فيه وده بيقول بكل دمويه اقسم ان انا هقتلك. ريتشل في وقتها بتشغل دماغها ولما بتلف بتلاقي الدمى بيتحركوا وعينيهم منوره بكل جنون. ساعتها بتفهم اللعبه فبتمسك المنجل بتاع زاك وبتبدا ان هي تقص في رقابيهم واحده ورا الثانيه وكل ما بتدمر واحد زاك الكهرباء عليه بتزيد بس لحسن الحظ بتقدر ان هي تخلصهم قبل ما يموت. وده كان فعلا اللغز. واول حاجه بيعملها بيدمر الشاشه ودي بتقول بما انك ريتشل قدرت تحل اللغز فانا هفتح لكم الباب. ولما بيدخلوا جواه الباب بيتقفل عليهم ودي طبعا حاجه متوقعه وكالعاده المكان كله كان من الفولاذ يعني مفيش اي طريقه لتدميره. كاسي بتظهر لهم على الشاشات وبتقول لهم انا هشرح لكم دلوقتي قوانين اللعبه الجديده. اولا ما تتعبوش نفسكم انتم مش هتقدروا تدمروا ولا الحيطان ولا الازاز يعني مفيش اكسجين هيخرج من الاوضه ولذلك هيتم نشر غسام. وعلشان ما تقولوش اللي انا قاضي سادي سبت لكم قناع واحد اللي هيلبسه هو اللي هينجو. يلا ابداوا اللعبه. الغاز بيبدا ينتشر في الاوضه وبما ان مفيش غير قناع واحد بس فالاتنين بيقرروا يبدلوا ما بين بعضهم. ريتشل بتخش في وضعيه المحقق كونان وبتبدا ان هي تدور على اللغز اللي هيخرجهم من هنا. اولا في جثه في الاوضه وتحتها كان في كلام قطع رجلك اليمنى يساوي جريمتك وده معناه ان الجثه دي كانت قاتل متسلسل ولما بيقتل ضحاياه بيفضل يدوس عليهم برجله وعلشان كده القاضي اللي هي كاسي قطعت رجله اليمين. اخر جملتين بقى هم اللي شدوا انتباهها الجبعه ورجلك اليمين لازم يتوازنوا. البنت ما بتقدرش ان هي تكمل علشان مش قادره تاخد نفسها فبيديها القناع والكمبيوتر بتشتغل لان في الاوضه كان في ميزان ولما بتمسك الجبعه والرجل وبتحطهم عليه بيكونوا نفس الوزن وبكده تم حل جزء من اللغز وعلشان كده فتحت لهم فتحه تهويه بتبدا ان هي تخرج جزء من الغاز السام. طب ازاي حلت اللغز؟
اللغز. بص يا اسطى، الجبعه معناها العقوبه، ثم الرجل تم تنفيذ الحكم، اما الميزان يعني العداله. لكن رغم ده كله لسه اللغز ما اتحلش بالكامل، وقبل ما البنت تقع من كتر الارهاق زاك بيمسكها وبيحدفها جوه الفتحه. دور على اي حاجه تخرجنا من هنا قبل ما حد مننا يموت. البنت بتتحرك وبتلاقي بطاقه، فبتجيبها وبتديها لزاك اللي بيحاول يفتح بيها الباب، ولكن بدون اي فائده ترجى. والمتخلفه كانت عماله تضحك بكل هستيريا. يجب على المجرمين التألم، مش كده ولا ايه يا القاتل؟ ولما الوقت المحدد بيخلص وما محلوش اللغز، بتنزل عليهم سم اقوى واكتر من الاول، وخلاص شكلها هي ديت النهايه. ولكن انت فاكر ان دوت هيحصل ولا معايا يا صديقي؟ لا والله. ريتشل بتقول لزاك انا لو خرجتك من هنا هتقتلني صح؟ فبيأكد على كده. فدي بتقدر ان هي تعمل قنبله ما تعرفش ازاي وبترميها بوم، بتدمر البيبان كلها. بعدها البنت بتقع على الارض من كتر الارهاق، وبعينها المطفيه بتقول له هو انا قدرت افيدك في حاجه؟ فبيقول لها لولاكي كنت زماني ميت. فبتنبسط سنه وبتدوس على نفسها وبتقوم وبتقول له يلا نكمل. بس في الطريق ريتشل خطوتها كانت بطيئه جدا، لذلك بتقول لزاك انا لازم استريح شويه علشان اقدر اكمل. بيكون رافض في البدايه لانهم لو استرخوا ممكن يموتوا، ولكن في النهايه بيوافق. والبنت يا دوب بتقعد من هنا بتنام على طول، والتاني ما هي الا ثواني معدوده بينام، وبيحلم بكابوس بقى اكتر من 20 سنه بيطارده لما كان بيدفن اصدقائه بايديه غصب عنه. الفلاش باك بيتقطع لما البنت بتصحيه. بيكملوا في طريقهم. كاسي بتتكلم من تاني وبتقول انا سمعت انكم انتوا الاتنين قطعتوا وعد مع بعض، يا ترى مين فيكم هيكون الاداء اللي انا هستمتع بيها؟ ومن غير تضييع اي وقت بتدخلهم على الاوضه التانيه، وجواه كان مجسم لبيت صغير. الباب بيتقفل والاختبار كالتالي. المجسم بتاع البيت دوت هو في الحقيقه ميتم، وجواه 3 اشخاص. كل اللي عليكم تحركوهم بالطريقه المطلوبه. الاختبار اسمه المدير بقى هيدي تعليمات للعامل علشان ينفذها. يلا ابداوا اللعبه. مخ اتحرك. البنت بتتحرك. الدرج دوت بيتفتح. محتواه مساله حسابيه. ال هو 27، الدبليو يعني 12، البي 266. ومن خلال الكتاب اللي جنبها بتفهم ان البي بيشير للصفحه، والال يعني السطر، والدبليو يعني الكلمه، وبالتالي الكلمه ال 12 معناها الراجل. زاك حط الراجل على الاريكه قدام التلفزيون، ولما بيعمل كده التلفزيون بيشتغل. الدرج الثاني بيتفتح فبتفهم اللغز المره دي على طول. حط المراه على يمين الراجل، ثم الدميه اللي عليها ضمادات قدام الدميه بتاعه المراه. الواد بيمسك الدميه وايديه كانت عماله ترتعش، بس بينفذ الامر. اللي بعده ادي الكيس البلاستيك الاسود للدميه المضمضه، ثم اديله مجرفه وخليه يحفر حفره. وزاك ما كانش قادر يتحرك. هو كاسي بتقول له ايه ده عمل سهل بالنسبه لك، هو انت مش كنت بتعمل كده وانت صغير؟ ريتشل بتقول له نفذ اللي انا بقوله لك. هو بقى بيسمعها كده، نفذ اللي انا بقوله لك. الصوت دوت بيخليه يتحرك، والواد الصغير بيبدا ان هو يحفر قبر. ايه اللي بقى يخلي كاسي ان هي تحط اختبار زي دوت؟ اتاري زاك تم تبنيه من دار ايتام، والمسؤولين عنه كانوا قتله مأجورين وبيستمتعوا بمعاناه الاطفال اللي بيموتوا قدام عينيهم من قله الجوع. واخر واحد بقى كان هو زاك، وعلشان الاتنين ما يتعبوش نفسهم خلوا الواد يحفر قبور ويدفن اصدقائه بايديه. وفي احدى الايام الليليه الواد كان بيتفرج على فيلم رعب. الشخصيه الرئيسيه كانت سايكو لابعد درجه. المنظر ده صح الوحش اللي جواه، فمسك سكينه وراح قتل الاتنين بدم بارد. ومن وقتها وهو بينفذ هوايته المفضله التعذيب. المهم بقى كاسي بتفتح لهم بابين. الممر بقى مقسوم لجزئين، كل واحد في جزء. الاختبار بسيط جدا، قدامكم حقنتين، واحده بتحتوي على فيتامينات والتانيه فيها سم خطير. وصح ما تتعبوش نفسكم، انا مش فاكره ديت من دي. وبتسيبهم وبتمشي. زاك بيقول لها الله يرضى عنك شغالي دماغك ما فيهاش هزار دي. فبتقول له للاسف انا ما اقدرش افرق ما بين الاثنين، وبما انك خايف انا هستخدم الاثنين على نفسي. صح ما انت كده عايزه تموتي. وبيمسكها وبينفجر فيها غضب بسبب ملامحها الميته اللي مش مخلياه مستمتع، ولذلك خد الحقنتين واستخدمهم على نفسه. يمكن باللي بيعمله دوت يخليها تطلع اي مشاعر، ولكن ديت عباره عن دميه. البابين بيتفتحوا وزاك بيتحرك وبدا يحس بدوخه وفي ذكريات عماله تعدي قدام عينيه هو مش عايز يفتكرها اصلا. البنت بتجيله ودوب بيكون خلاص جاب اخره، وحط المنجل وراها حركه واحده بس هتقصف رقبتها، مستني منها اي تعبير استغاثه، ولكن ديت عباره عن جبل بدون اي مشاعر. بيمسكها من رقبتها وبيقول لها ما تخلينيش اقتلك قبل ما اخرج من هنا، ولكن لا انا مش قادر. بيبعدها عنه وبيقول لها اجري اهربي قبل ما اقتلك. البنت بتسمع الكلام بس دوت وراها عامل زي الكلب السعران، لحد ما بتقدر ان هي تخش الغرفه مليانه بالاسلحه. زاك بيلحقها وخلاص هيخلص
عليها، ولكن طخ في طلقه بتيجي بتخرم دراعه، وساعتها كاسي بتنزل لهم وبتقول لريتشل يلا جنبك مسدس استخدمي بقى وقتلي زاك. البنت بتمسك المسدس وبترفعه عليه، ولكنها ما كانتش قادره تدوس على الزنات. الاب بيقول لها يلا قتليني بسرعه بقى. البنت بتقرب منه وبتقول له انا مش عايزه نكون مجرد دمى كاسي بتتحكم بينا، خيار انك تقتلني وخيار اللي انا اقتلك مش عايزاهم يكونوا موجودين الا بارادتنا. واخيرا بتبتسم ابتسامه يا صديقي. المنظر ده صح الوحش اللي جوه زاك، وتذكر كل ضحيه قتلها وقال لها العين الميته ديت فيها لمعه انا مش قادر اقاومها. وفجاه طعن نفسه وقع على الارض في بركه دماء، واللي بيزود الطينه بله ان المتخلفه بتطلع وبتضرب ريتشل وبتقول لها انت فعلا مقرفه، انا كنت فاكره انك مثيره للاهتمام ولكن انت طلعتي مقرفه فعلا. وبتروح تعذب في زاك وكانت في كميه سعادتها. في وقتها ريتشل بترفع عليها السلاح ودي بتسخنها وبتقول لها يلا دوسي على الزنات دوسي على الزنات، ولكنها ما كانتش قادره يا صديقي. فكاسي بتوقع من ايديها السلاح ومكمله تعذيب في زاك. وفي تلك الاثناء ريتشل بتتذكر شويه حاجات عن ماضيها وبتقول بصوت مكتوم انت ما ينفعش تموت يا زاك. وبهدوء القتله المختلين بتحط ايديها في الشنطه بتاعتها وبتطلع منه مسدس، والمره دي بتدوس على الزنات. كاسي كانت داخله في حاله صدمه، ده اللي هو ازاي يعني في لحظه واحده القط تتحول لنمر. بس قبل ما تستوعب اللي بيحصل زاك بيطير دراعها وبحركه تانيه بالمنجل بيكون جايبها على الارض بتنفس اخر انفاسها. بتتحرك بتحاول تنفذ عليهم حكم الاعدام بس الطلق ما بيجيش فيهم وبتفورك الحياه. الاتنين بقى بيطلعوا للغرفه الاساسيه وبزرار واحد بيقدروا ان هم يفتحوا الباب. بيوصلوا للاسانسير ولكنه كان مقفول وجنبه برواز فاضي. ساعتها ريتشل بتلمح جمله مكتوبه على الحيطه ديت محتواها ان لم تكن مذنب فامنحني اسمك الحقيقي. البصله بتشتغل وبتفهم اللعبه على طول فبتحط اسم زاك جوه البرواز والاسانسير بيفتح. جوه بقى الواد بيقول لها هو انت جبت المسدس دوت منين؟ فبتقول له كان موجود في شنطتي. طب انت ليه ما قتلتيش نفسك؟ علشان عايزاك انت اللي تقتلني. بيوصلوا للطبق التاني وقبل ما يدخلوا زاك بيقع على الارض من اثر النزيف. البنت بتترعب وما كانتش عارفه تعمل ايه، بتجمع الشوطات نفسها وبتسحبه لجوه وما هي الا ثواني معدوده زاك بيفوق وبيقول لها انا دلوقتي تمام يلا بينا نتحرك. بس ما كانش قادر من كتر النزيف وبيغموا عليه للمره الثانيه. وبما ان ريتشل مش تقدر تشيله فبتطلع تدور على اي علاج يمكن يوقف النزيف لحد ما بتوصل لغرفه كانت ضلمه حرفيا، ولكن لما بتطأ رجليها المكان الدنيا بتنور. البنت كانت شاكه ان في حاجه غريبه، الشك دوت على طول بيتحول ليقين لما في دخان بنفسجي بيظهر وساعتها بتدوخ. ولما بتفتح عينيها بتلاقي قدامها كتاب بيقول لها هو انت مين، ملاك ولا شيطان؟ وورقه تانية بتسال عن اسمها ولما بتقوله الورقه دي بتختفي. الباب بينفتح وفي الممر كان في كرسي عليه ازازه ولما بتمسكه في كلام على شكل دم بيظهر انت الان فتحتي ابواب الجحيم. الكلام ده هو بقى بيلف حواليها لحد ما بينقلها لمكان تاني قدام مرايه مكتوب عليها انظر لنفسي هل انت قربان ام خروف ضائع؟ هو انت فعلا مش فاكره انت مين ولا بتستهبلي؟ وكل كلمه بتظهر كانت المرايه بتتشقق لحد ما بتتدمر بالكامل وكل جزء منها كان عليها صوره ريتشل. جمعيهم كلهم لو عايزه تعرفي حقيقتك. الدخان بيحوطها تاني والمره دي بتنتقل لغرفه مثلثه وفي شخص حقيقي بيكلمها هل تستطيعين التعرف على ذنوبك؟ انت دلوقتي على كرسي الاحتراف، احترفي بكل ذنوبك، دمري واخرجي دمري واخرجي دمري واخرجي دمري واخرجي. البنت بتبص على نفسها في جزء المرايه اللي في ايديها بتلاقي ضحكه شيطانيه وبتبدا تدمر في الصور اللي حواليها. بتتنقل لمكان تاني والصوره اللي قدامها بيخرج منها تجسيد لابوها وامها وبيوسوسوا لها وبيقولوا لها تعالي معانا. بس دي بتقاوم وبتقول انا لازم انقذ زاك وبتدمر المرايه والدم اللي بينزل منها بتحطها في الازازه وكل خطوه كانت بتخطوها كان اثرها الدماء لحد ما بتوصل لصوره وبتكب عليها الدم. فجاه بيظهر من وراها شخص غريب اسمه جراي. ريتشل بتترعب فدوا بيقول لها ما تقلقيش انا لسه ما اعرفش انت اي نوع من البشر، اعرف بس انت مين وهنزل عليك بحكم الاعدام. على فكره انا عارف انك جاي هنا علشان تنقذي زاك بس للاسف ما فيش اي هنا دواء يوقف النزيف، انت لازم تنزلي للطبق اللي مسؤول عنه الدكتور داني ولو فعلا عايزه تنقذيني تعالي معايا يلا اختاري هتيجي معايا. فبتقول له 5 وجايه لك وبتروح تطمن على زاك اللي كان فايق حرفيا بالعافيه. ولما بتعرفوا ان هي لازم تنزل للطبق بتاع داني علشان تعالجه بيقول لها انا لازم اجي معاكي بس ما كانش قادر يرفع المنجل بتاعه وده معناه ان جسمه وصل لحدوده ولو داس عليه اكتر من كده هيموت ولكنه ما كانش مانع اصلا. فريتشل بتنزل على رجليها وبتقول له ارجوك استريح لحد ما الاقي لك العلاج. فما قال لها تمام ومن الارهاق نام. رجعت بقى هي لجراي وقالت له انا موافقه ان انا انزل معاك. ركبوا الاسانسير وهناك الراجل فتح الكتاب وخرجت منه نفس الريحه. البنت بتغمض بتفتح عينيها بتلاقي نفسها
وصلت لطبق كده، وهو بيقول لها انا قلت لك انك هتخضعي لشويه اختبارات. احنا حاليا في الطبق اللي كانت مسؤول عليه كاسي، في زرار كهرباء موجود في احدى الغرف، انا عايزك تشغليه وبكده الاختبار الاول هيكون خلص. البنت بتتحرك وبتوصل للغرفه الرئيسيه، المفروض كانت تلاقي جثه كاسي ولكنها ما كانتش موجوده. المهم وصلت للمكان المنشود، وقبل ما تدوس على الزرار بيطلع عليها ترسانة زومبي، وعلى اثر ذلك بيحترضوا طريقها، فبتطلع المسدس وبتدمر الاول. بس بما ان عددهم كبير فبتوصل لغرفه التحكم وبتفتح عليهم الار بي جي، واثناء ما هي عماله تقتل فيهم كانت تعلو ملامحها البرود التام. بعد ما بتخلص عليهم بتكون هتتحرك، لكن شبح كاسي بيظهر لها، هو انت هتقتلي كل شخص بيحترض طريقك من غير حتى ما يرفلك جفن؟ بما ان كده كده ذكي يقتلك فكل اللي هيحترض طريقك هيموت. ما هي الغايه بتبرر الوسيله صح؟ وبتختفي سايباها غرقانه في افكارها السوداويه. ولما بتجمع الشوتات نفسها بتروح تفعل زرار الكهرباء وبتتحرك علشان ترجع لجراي. بتشوف نتيجه افعالها، ولكن دي عباره عن ثلاجه بشريه. جراي بيقول لها انت نجحت في الاختبار، ولكن انت عملتيها ازاي؟ كل اللي احترض طريقي انا قتلته. طب ليه عملت كده؟ علشان احترضوا طريقي. فبيقول لها يلا على الطابق اللي بعده، واللي هو كان بتاع ايدي. الاختبار بسيط، كل اللي عليك انك تشغل الاسانسير بتاع النزول، وهو موجود في غرفه التحكم. فبتقول له انت عايز توصل لايه باللي انت بتعمله دوت؟ ما فيش وقت، زاك ممكن يموت في اي لحظه. انا قلت لك ان انا هساعدك لما اعرف انت من اي فئه من البشر. ما بتكونش فاهمه هو قصده ايه، بس لما بتبص جنبها جثه ايدي بتكون اختفت. علامه استفهام بتترسم، ما بيداش اي فرصه تستوعب اللي بيحصل، وبياخدها على غرفه المقابر اللي كانوا كلهم طبعا مدمرين. وبيعرفها ان ايدي كان طفل لطيف، بس المشكله ان هو كان عنده شويه اضطراب، وده اللي خلى القريب قبل البعيد ان هو يبعد عنه، اللي ساعتها بيظهر قدامها وبيختفي في لحظتها. وفي نفس الوقت اللي هي بتتحرك فيه علشان تخش اوضه التحكم، في ايد بتخرج من القبر وبتمسكها، فدي بتدمرها. بس هنا كانت الصدمه، كل القبور اللي موجوده بيخرج منها ايادي وبيحاولوا يتشبثوا بيها. ريتشل حست ان هي مش طايقه نفسها، فبدات ان هي تدمر فيهم واحد تلو الاخر. جري بيقول انا مش فاهم، هو انت شيطان ولا ملاك ضايع؟ ومع اخر ايدين بتدمرهم بتوصل للاوضه المنشوده، وبتقدر ان هي تفتح الاسانسير. وقبل ما ترجع ايدي بيظهر لها للمره الثانيه وبيقول لها يا حب حياتي، هو انت كنت مستمتعه لما كنت بتدمري الايادي اللي كانت بره؟ انت كنت سامعه صرخاتهم ورغم دوت طرشمتيهم، ليه عملت كده؟ ولكن صح انا بسال مين؟ انت شخصيه نرجسيه ما بتحبش غير نفسها. البشر بالنسبه لك عباره عن ادوات بينفذوا اللي انت عايزاه، ولذلك بتعافري علشان تنقذي زاك لانه اقسم على قتلك وبيختفي. دي بقى ما بتفكرش في الموضوع كتير وبترجع للعجوز اللي بيقول لها انت قدرتي انك تدوسي على الزرار، بس في حد احترق طريقك للمره الثانيه. فبتقول له ايادي وانا دمرتها. لسه بيكون هيتكلم ولكن دي بتقول له يلا على الطابق اللي بعده. بيتحركوا وبيوصلوا للطابق المنشود. جراي بيسيبها ودي بتحس ان الممر اتغير، مش شبه اللي انا وزاك كنا واقفين فيه. وفي اللحظه دي السائل اللي مكبوب على الارض بيتحول وبيهجم عليها. البنت بتجري بتحاول تتفاداه ولكنها بتقع، وعلى اثر ذلك بتتعور في ايديها، والسائل برضه بيسيبها. وبكده الممر رجع لحالته الطبيعيه. ما بتديش للموضوع اي اهميه وبتوصل لغرفه داني المفروض كان موجود ولكنه اختفى. برضه ما بتهتمش، بتروح تدور على الدواء المطلوب. بس هنا كانت الصدمه، مفيش برشامه واحده بس موجوده في العياده. تحس كده ان كل حاجه اختفت. بترجع لجراي وبتقول له انت قلت ان في دواء المفروض يكون هنا ولكن هو فين؟ فهو بيقول لها هو انت بتستهبلي ولا فعلا مش عارفه ان كل اللي حصل دوت اصلا بسببك؟ في 3 بني ادمين لحم ودم ماتوا علشانك، انت مش مستوعبه ولا ايه؟ بيرمي خيط مسموم. تعالي ننزل للطابق السفلي اللي هو بتاع زاك، ممكن نلاقي الدواء المناسب تحت. البنت بتنزل معاه، نروح له بقى ايه اللي كان لسه مغمى عليه. وبنكمل لما قتل الزوجين بيخرج يتمشى في الشارع. في وليه غرقته من الميه من غير ما تقصد، نزلت علشان تعتذر له ولكن لما شافته خافت جدا، وقعت على الارض. وده تذكر المشهد اللي صح الوحش اللي جواه وانقض عليها. بعد ما قتلها ركب العربيه ونام فيها. وفي الصباح جاله راجل عجوز كفيف حس ان الواد جعان فخده علشان ياكله، وقال له من الواضح كده انك مش عندك مكان تنام فيه، عيش معايا ولو ما ارتحتش امشي في اي وقت انت عايزه. وفي الليل والواد بيحاول ينام حس بشعور غريب فمسك سكينته واتحرك علشان يقتل العجوز، ولكن ده هو الشخص الوحيد اللي عاملني كويس وما بيرضاش يقتله وبيطلع يتمشى في المدينه. واحد سكران طينه خبط فيه وما رضاش يعتذر له، قام بالسكينه راح خلص عليه ورجع للعجوز اللي شم منه ريحه دم. الواد ما كدبش عليه، انا حسيت ان انا عايز اقتل حد علشان كده قتلت حد. والغريب ان دواب بيقول له ارتاح دلوقتي. وفي احدى الايام سابه علشان يشتري شويه اكل، بس الغريب ان يوم ورا التاني يوم ورا التاني العجوز ما حدش سمع له اي خبر لحد ما الاكل خلص والواد طفح بيه الكيل وطلع علشان يدور عليه. وهنا كانت الصدمه اللي هزت كيانه، العجوز مرمى على الارض مقتول. واللي عملوا كده كانوا العيال دول. الواد قدر ان هو يحدد مكانهم وقال لهم انتوا فرحانين
اكيد فرحانين علشان قتلتوا راجل عجوز، بيديهم نظرة انت هالك، وهي طعنة خلص على الاول، اما التاني فضل يتلذذ بتعذيبه. كل طعنة كان بيطعنها كان بيتذكر الراجل العجوز الشخص الوحيد اللي عامله كويس، وبعد ما خلص على الاتنين كان عمال يضحك بكل جنون. نرجع بقى لوقتنا الحاضر، وفي حد بيظهر عنده دوت كان مين؟ ايوه الدكتور داني. قال لا هو انت مش مت ولا ايه يا عم انت؟ الواد حس بيه فمسك المنجل بتاعه وقال له هو انت ازاي لسه عايش؟ انا كنت عارف انك هتستغل ذكاء ريتشل علشان تهرب من المبنى، وعلشان كده كنت واخد احتياطاتي، ما فيهاش مشاكل هقتلك تاني. بس جرحه كان عمال ينزف. ما تدوسيش على نفسك يا بطه علشان ما تموتيش، يلا قول لي هي فين ريتشل؟ فقام قايل له انا قتلتها. هنا داني بيتجنن حرفيا وبيقول من اول مره جات لي في العياده وانا مراقب كل تحركاتها، وكنت خلاص هاخد عينيها اللي انا بحلم بيها، وانت دلوقتي بتقول انك قتلتها، يعني انت كده احترضت طريقي للمره التانيه. هي طلبت اللي انا قتلها وانا نفذت طلبها، لا اكتر ولا اقل. فبيقول له للاسف يا زاك انت وضحت لي دلوقتي ان هي لسه عايشه، ايه رايك نعمل اتفاق؟ انا هعالجك وفي المقابل عرفني هي فين. فبيقول له انا مش مهتم بعيونها زي ما انت عارف، كل اللي انا عايزه اللي انا استمتع بتعذيبها. فبيقول له انت الخسران وبيسيبه وبيمشي. نرجع بقى لحبيبه الملايين اللي بتوصل بصحبه الجري للطبق السادس اللي هو بتاع زاك. يلا روح جيب اللي انت عايزاه. البنت بتتحرك بكل ما اوتت من قوه، وكل خطوه بتخطوها للامام بتفتكر زاك. اللي هنا بتوصل لغرفته اللي كانت خرابه، بتمشي يمين شمال فوق تحت بتدور على اي حاجه علشان تساعده بيها، والحاجه الوحيده اللي بتلاقيها هي الضمادات. وقبل ما تخرج بتلاقي السكينه اللي هو طلبها منها، فبتاخدها وبترجع للعجوز اللي بيقولها لقيت الدواء، فبتكذب عليه وبتقول له بيركبوا الاسانسير بيوصلوا للطابق التاني. ريتشل بتتحرك بكل ما اوتت من قوه علشان تقفل الجرح، بس بتنصدم لما زاك بيكون اختفى من مكانه. على طول بتشك في العجوز اللي بيقولها انا كنت معاك طول الطريق، فكري كده شويه، هل داني كان موجود في المستشفى لما كنا تحت؟ ما كانش موجود بالظبط كده، هو لسه عايش وعايز ينتقم منك لانك السبب في كل اللي بيحصل دوت. انت شخصيه ما بتحبش غير نفسها لدرجه انك بتكافحي علشان تعالج زاك لانه اقسم على قتلك. انت وحش ما بتهتميش غير بنفسك، لما بتقتلي ما بيترفلكيش جفن. الكلام دوت كان نزل عليها زي الصاعقه، وده بيكمل وبيقول لازم انزل عليك بالعقاب حالا. بيفتح الكتاب اللي هو ماسكه وساعتها بيخرج منه نفس الدخان، وعلى اثر ذلك بتظهر افعى بيضاء. ريتشل بتتخضي بتحاول تهرب منها، ولكن ديت مش هتسيبها لحد ما بتوصل لزاك اللي بيفوقها. ايوه ده كان مجرد وهم. البنت بتقول له ما تتحركش انا هقفل الجرح بتاعك لحد ما نلاقي علاج، بس ده بيقول لها ابعدي عني انا وحش والوحوش ما بتموتش بسهوله. وساعتها بيلمحوا دم على الارض ودوت اكيد بتاع الدكتور داني، فبيتتبعوا الاثر لحد ما في افعى بيضاء بتظهر من تاني وبتهجم على البنت، والمره دي كانت حقيقيه. زاك بيحميها ولكن الغريب الافعى مش بتقاتله، بتهرب من قدامه وبتنقض على ريتشل للمره الثانيه، فده بحركه واحده منه بس بيقسمها لنصين وبيكون عمال ينزف، ولكن كالعاده بيدوس على نفسه وبيكملوا في طريقهم، بس للاسف جاب اخره بيقع للمره الثانيه. البنت بتقول له ما تتحركش ارجوك، لو اتحركت اكتر من كده انت هتموت. فدوت مستغرب هو من امتى وانت عندك اللمعه ديت في عينيكي، هي مش كانت مطفيه قبل ما تسيبيني؟ فبتكرر نفس الجمله من تاني. اما قايل لها لو واجهتي داني هتعملي ايه؟ فبتعرفه ان هي معاها مسدس وهتستخدمه لو هو احترض طريقها. قام خدوا منها ورفعوا عليها وداس على الزنات، وكما توقع كان فاضي. النزيف بيزيد اكتر واكتر، فبيضطر يديها السكينه علشان تدافع عن نفسها. بتاخدها فعلا وبتتحرك، بتلاقي باب فبتفتحه، ولما بتخش الشمع بيطلع نفس الدخان البنفسجي. هنا في ارنب بيظهر من العدم وبيمشي ناحيه خطوات داني، فبتمشي وراه لحد ما بتقع في حفره كبيره، ولما بتفتح عينيها بتلاقي نفسها جوه تابوت. ايدي بيظهر للمره الثالثه وبيقول لها ما تتحركيش خلاص انت كده كده هتموتي، وبيقفلوا عليها، بس دي ما استسلمتش وفضلت تضرب في التابوت لحد ما فتحت عينيها ولقت نفسها قاعده على كرسي القاضي اللي ظهرت، وفضلت تضحك بهستيريا لو وكمان عماله تكهرف فيها، ودي تصرخ ودي تصرخ، دي تصرخ ودي تصرخ. فجاه بتنتقل في غرفه تانية وقدامها مرايه، والبنت كانت عماله تضحك، فراحت مخلصه عليها، واللي دخلها في كل الاختبارات دي كان جري اللي بيقولها على فكره انا معايا الدواء اللي هيعالج زاك. بتقول له بلهفه ادهوني. قام قايل لها هو انت فاكره ان انا هديهولك بالسهوله ديت؟ ده انت شخص مش عنده اي مشاعر. وبيعرفها ان هو اللي احضر زاك لهذا المبنى علشانك انت اللي خدعتي زاك يا ريتشل، وبسببك هيموت. اول واحد انت ورطتيه في جحيمك كان هو الدكتور داني، دكتور محترم الكل كان بيشهد باسمه، ولكن لما شافك اتجن جنونه حرفيا وتحول لقاتل متسلسل، وكان على بعد خطوه واحده بس علشان يقتلك، بس للاسف زاك اتدخل ودافع عنك، وعلى اثر ذلك هيموت. بيدخلها في وهم تاني وبيقول لها هو انت مين، شيطان ولا ملاك؟
ازيك؟ البنت ما كانش عندها اي جواب، فدوب بيقول خلاص انت فعلا شيطان، مفيش شخص دخلت حياته الا ودمرتيها، وعلشان كده انت لازم تختفي من الوجود. وبينقلها على المحكمة وبيقول للشهود يلا اعترفوا بشهادتكم. اول واحدة بتظهر هي كاسي وبتقول انت فعلا يا ريتش الشيطان ولازم تتعدمي. ايدي بيظهر وبيدافع عنها، بس بما انك قتلتيني يا حب حياتي هشهد عليكي زور. الاخير كان داني، انا هعرفكم دلوقتي حقيقتها. اول واحدة بتتكلم هي كاسي اللي بتوريهم فيديو ريتشل وهي بتأمر زاك وبتقول لهم زي ما انتم شايفين حولتوا الكلب بينفذ الاوامر، بس دوت فيديو عادي ما فيهوش اي شيء. فبتوريهم فيديو تاني لما دست على الزينات وقتلتها. استنى يا قطة، انت كنت بتضحكي وده معناه انك كنت مستمتعة باللي بيحصل. كده كاسي اتحشرت في الزاوية ولذلك بتفضل تضحك بجنون وبتقول فعلا انا حبيت الروح الاجرامية بتاعتها وعلشان كده عقابي ليها لازم تموتوها بالمية. جري بينفذ الامر وبيعمل اعاصير حواليها، بس الغريب ديت واقفة زي الجبل مش بتتحرك ولا بتطلع اي تعبير. كده الدور جه على ايدي اللي بيقول انا بحب ريتشل بس هي خانتني وحبت زاك وعلشان كده انا عايزها تموت على المسامير. العقاب بيتفعل بس بما ان البنت ولا خايفة ولا بتطلع اي تعبير فبيتلغي. كده الدور جه على داني اللي بيحترف وبيقول من اول مرة جيت لي في العيادة وانا شفت الجمال اللي في عينيكي، عيونك الجميلة عاملة كينبوع هادي في الظلام العميق وهو ده اللي اثر قلبي. علشان كده انت لازم تموتي لان اي حد بيقرب منك انت بتسرقيه. روحك ديت لازم تموت، روحك ديت لازم تموت، روحك ديت لازم تموت. انت روح ما ينفعش حد يسرقها. وبناء على تلك الشهادة سيتم نطق الحكم. ريتشل انت ساحرة شريرة ويجب عليك الموت بالنيران. البنت بتصرخ وبتقول انا ما عملتلهمش اي حاجة، ومهما تقولي مين هيصدق كلام ساحرة شيطانية؟ ايوه انت لعبتي ب3 قلوب ملايكة ثم سلبتيهم منهم، وانت لو ما متيش دلوقتي مصير زاك هيكون زي ال3. يلا احترفي انك ساحرة شيطانية. البنت بتكون خلاص يا صديقي استسلمت، ولكن زاك فجأة بيظهر قدامها وبيحط الفاس على رقبتها وبعدها بيسحبها وبيبدأ يجري في المكان لحد ما البنت بتقع. بتبص قدامها بتلاقيه اختفى ومفيش بس غير الفاس والضمادات، فبتحاول تقرب على الرغم ان هي حاسة بحرارة شديدة جدا عمالة تاكل في جسدها بس بتمسك الضمادات برضه. هنا بيظهر زاك وهنا بتتيقن ان هي في وهم، بتفتح عينيها وبتكون ماسكة سكينة زاك بتعور نفسها بيها وبكده بتفوق من الوهم رسميا. وبنعرف منها ان ال3 طوابق اللي هي نزلتهم كانوا مجرد وهم جري صنعهم بنفسه. بتقول له بنبرة حادة كلها تهديد هات الدواء علشان ما قتلكش، فبيقول لها تعالي معايا. بيوصل للمكتبة بيحرك كتاب في باب سري بيظهر بيفتحه وبيقول لها هنا هتلاقي كل الادوية بتاعت الدكتور داني انا جبتهم قبل ما ننزل. بتاخد اللي هي عايزاه وقبل ما تمشي بيقول لها ايه ده هو انت مش ناوية تقتليني ولا ايه؟ فبتقول له انت ما احترضتش طريقي ولكن لو جربت تعمل كده مصيرك هيكون الموت. بيقول لها اوعي تنسي ان زاك بيكره الكدابين، فلو خرجت من هنا وتشبثت بالحياة صدقيني مش هيرحمك. فبتقول له تمام وبتتحرك لحد ما بتوصل لزاك اللي لحسن الحظ كان يا صديقي لسه عايش. بتبدا تطهر في الجرح اللي كان عميق جدا. الواد بيفوق من الوجع وبيقول لها ابعدي عني، فهي بتقول له لا انا لازم اخيط جرحك دلوقتي لانه لو ما اتقفلش هتموت. بيكون رافض في البدايه بس في النهايه بيوافق لما بتاكد له ان هي بتعرف تخيط. واثناء ما هي بتتجهز بيقول لها هو انت ليه بتساعديني؟ فبتلف وتدور وبتحاول ترفع معنوياته ولما بتعرفوا ان السكينه اللي هو اداها لها انقذت حياتها الواد بيفرح ودي بتستغل الفرصه ديت وبتشك اول شكه. زاك كان عمال يصرخ بس المهم ان ريتشل قدرت ان هي توقف النزيف ببراعه حرفيا لا توصف. ولما بتخلص بتكون منهكه جدا فبيقول لها استريحي. وشكل كده يا رجاله ان السناره غمزت وزاك بدا يحب البنت لانها لما بتفوق بيبدا ان هو يعاملها بكل لطف. البنت بتلاحظ بس ده اول لما بيشم بيشد عليها. ساعتها بتعرفوا ان الشخص اللي ساعدها في انقاذه كان اسمه جري وده على طول بيتعرف عليه. بيوصلوا للاسانسير بيقدروا يفتحوه وبيتحركوا بيه. البنت جوه بتقول له ينفع اسالك سؤال؟ فبيقول لها قولي. بتقول له هو الحريق اللي في جسدك دوت جالك منين؟ بيقول لها ده حصل لي بسبب الراجل اللي امي كانت بتحبه، كب عليا بنزين وولع فيا بس انا ما سكتلوش بقى خدته بالحضن وبدل ما يقتلني حصل العكس. بس اللي ما كنتش متوقعه ان امي قرفت مني لما لقيتني جسمي كله محروق فلفتني بشويه شاش ورمتني في الشارع. ريتشل بتفرح لما بتعرف المعلومات ديت. هو انت بجد عايز تخرج؟ ما اظنش ان في حد مستنيك بره. ياما هو انت هبله مين بيحب يكون مسجون؟ وزي ما انت عارفه انا بكره الكدابين وعلشان كده كل جمله بقولها لك بتبقى حقيقه. البنت بتسمع الكلمه ديت من هنا وساعتها بتتذكر حاجه، شخص عملاق بيقتل ست تحتيه ولسه بتكون هتقول له على حاجه كده ولكنها بتسكت. بيوصلوا للطابق اللي يليه والبنت بتقول في نفسها انا مش عايز اكذب عليه بس برضه مش عايز اقول له الحقيقه
الحقيقه وهو بيكره الكدابين، بس انا مش عارف اعمل ايه. واستنى كده، الطابق دوت انا كنت فيه، ما ينفعش زاك يخش الشقه دي، وبتحاول تمنعه بالكلام علشان ما يكتشفش حقيقتها، بس ده بيقرب وبيفتحها وبيخش جوه وبيلاقي جثتين قاعدين على الكنبه، بيقرب منهم علشان يتعرف عليهم، بس البنت بتصرخ فيه وبتصيح وبتقول له ما تلمسهمش يمكن يكونوا سمين، ولا اقول لك اقتلني دلوقتي، انت مش هتقتلني غير لما اضحك صح؟ وبتحاول على الاقل تبتسم بس مش قادره. جنبها بقى بيكون في كتاب، اول لما عينيها بتقع عليه بتنزل على الارض فاقده للوعي. زاك بيجري عليها وبيحاول يصحيها، ولكن دي كانت في سابع نومه. بيمسك الكتاب لانها اول لما شافته اغمى عليها، ولكنه للاسف ما كانش بيعرف يقرا. في لحظتها بيسمع صوت جاي من بره، بيفتح الباب وبيكتشف ان دوت مجرد دميه عماله تسقف، بس اللي ما كانش يعرفه ان دوت كان داني اللي بحركه خبيثه كده بيقدر ان هو يخش الشقه وبيقفل الباب. بيخبط بيقول له افتح، بيرفض، بيحاول يكسره ولكن بدون اي فائده ترجع. بص ما تتعبش نفسك، انا مش هفتح لك، ولا اقول لك اتجول حوالين الطابق دوت واعرف كل حاجه عن ريتشل، ولما تعرف الحقيقه هسمع اجابتك ومن خلالها هحدد هل افتح لك علشان تكملوا رحلتكم ولا اقتلها وخلاص. وما تقلقش في الفتره ديت انا مش قرب عنها، يلا اتحرك علشان ما تخلينيش ارجع في قراري. الواد كان رافض بس مش قدامه اي خيار. بيتحرك وبيخش احدى الغرف، بيلاقي صوره زوجين لسه بيكون هيمسكها، ولكن بوم السقف بينزل عليه، لكن لحسن الحظ بيقدر ان هو ينجو، وده ما كانش بسبب تهالك الشقه، ده في شخص كان بيهجم عليه من بعيد. الواد بيوصل للحمام وكانت الحنفيه مفتوحه، وفي غرفه المعيشه كانت في بيتزا لسه سخنه، فبيكسر الطاوله وتحتيها كان في باب سري، بيفتحوا بيطلع عليه شويه كلاب فبيقتلهم. وهو ماشي في الممر بوم في فخ كان معمول، ولولا المنجل اللي كان معاه كان زمانه اتقتل. بس الصدمه لسه ما خلصتش، في حد بيجي عنده. هنا ريتشل بتفتح عينيها على وش الدكتور داني اللي بيقول لها زاك دلوقتي بياخد جوله في الطابق وهيعرف عنك كل حاجه. البنت بتتحول لكلب سهران، بتحاول ان هي تفتح الباب بس دوت بيمنعها. خلينا نستنى شويه لحد ما زاك يتعرف على صاحب الطابق، مش كده ولا ايه يا ريتشل؟ ولا انت خايفه من حاجه؟ البنت بتقول له ارجوك ما تخلوش يعرف. اللي بقوا على الجانب الاخر الارضيه ما بتقدرش ان هي تستحمله، وقبل ما يتحول لسيخ شاورما في حد بيمسك ايديه، وده كان العجوز جري. الواد بيقول له انت ليه انقذتني؟ قام ردد عليه السؤال بسؤال، هو انت زهقت مننا ولا ايه؟ على ما اظن هنا احنا بنجيب لك ضحايا بتستمتع بتعذيبهم، يعني الدنيا سكلانس على الاخر. فبيتذكر الوعد اللي قطعه مع ريتشل وقال انا لازم نخرج من هنا حالا. قال له تمام اهدى كده يا معلم، انا هخليكم تخرجوا، هعمل عليكم اختبار وهسالك سؤال، هو انت حاسس ايه ناحيه ريتشل؟ بيقول له مالكش دعوه. ساعتها بنعرف ان جري صاحب المبنى دوت هو عمله علشان يعمل تجربه، هيجمع قتله من شتى الانواع وهيراقبهم وهيشوف هل ممكن ضحيه تاثر عليهم 180 درجه، وده فعلا ايه اللي حصل. شكلك كده لسه مش واثق في اي حاجه انا بقولها لك، علشان كده شايف الغرفه اللي هناك دي تخشها هتلاقي جوه ظرف هتاخده وتحطه في الدور اللي بعده، وساعتها هتعرف جزء من الحقيقه. الواد اتحرك في نفس الوقت اللي ريتشل فتحت عينيها لقيت نفسها متكتفه على كرسي وقدامها تلفزيون بتشوف كل تحركات زاك، لان المبنى زي ما احنا عارفين متروس كاميرات. الواد بيخش غرفه حرفيا غريبه بكل معنى الكلمه، بس الحاجه اللي بتجذب انتباهه هي الصوره ديت، ريتشل متصوره مع ابوها وامها. الواد وصل لاوضتك يا حلوه وشكله كده هيعرف حقيقتك بالكامل. انت عارفه الاوضه ديت فيها ايه؟ هنا زاك بيكون ماسك صندوق غريب، ولما بيفتحه بيلاقي رساله لريتشل، بس بما انه ما بيعرفش يقرا فبيقارن اسمها اللي موجود على الصوره مع الجواب، ما بيديش للموضوع اي اهميه وبيتحرك على الاوضه الثانيه. الواد وصل للغرفه المنشوده وهيعرف منها حقيقتك يا ريتشل. وفي اللحظه اللي هو عمال يضحك فيها بهستيريا البنت بتتسلل من غير ما يحس بيها وبتطلع جري على الاوضه، مش عايزه زاك يعرف حقيقتها. في الطريق بتتعب ودوت كان اكتر من كفيل ان هو يخلي داني يظهر من وراها. زاك بقى بيحط الجواب اللي هو ماسكه على الباب وعلى طول بيفتح بيخش جوه، وفجاه التلفزيون بيشتغل على النشره والمذيع بيقول احنا لقينا جثتين مليانين كدمات، لا وكمان تم تعذيبهم قبل ما يتقتلوا، والاغرب والادل ان اللي قتلتهم هي بنتهم، ويا ريتها جات لحد كده لان الاثنين لما ما كانوش بيتحركوا البنت خيطتهم وكانت بتتحكم بيهم، ودي كانت عيله ريختر، ايوه عيله ريتشل. الواد بينصدم وداني عمال يضحك، وما هي الا ثواني معدوده بيظهر فيديو تاني واللي مصوره هو الدكتور داني لما بقى المستشار النفسي بتاعها. اول سؤال بيساله بعد ما قتلتيهم خيطتيهم ليه؟ فبتقول له بكل هدوء انا كان نفسي في اهل. ما بيفهمش اجابتها، ده اللي هو منين قتلتيهم ومنين نفسك في اهل. وساعتها بيعرفها ان هو اتولد بعين واحده، العين التانيه اللي انت شايفاها ديت الصناعيه، وبسبب ان انا اتولدت بعين واحده امي كانت زعلانه جدا وخدتني على كل دكاتره العالم ولكن بدون اي فائده ترجع، ومن الحسره امي فقدت بصرها ولذلك انا بقيت دكتور وشلت العين الحجريه وحطيت واحده اصطناعيه وبقيت اشوف فيها زي الطبيعيه، وبما اني قدرت اعالج عينيا فانا قررت ان انا ارجع بصر امي، وعلشان اقدر اعمل كده انا محتاج عينيكي. وبيسالها نفس السؤال ليه قتلتيهم وبعدها خيطتيهم؟ فبتقول ان في احدى الايام كان في كلب
صغير جنب البيت بتاعهم وكانت عايزه تحتني بيه، ولما رجعت علشان تطلب رعايته سمعت الاب عمال يعنف في الام، وكل دوت ليه علشان صرف فلوسه على النسوان والخمره، فكمل ضرب فيها وكل ده تحت انظار ريتشل اللي ولا بتدافع عن امها ولا بتمنع ابوها وبتقول لهم انا عايزه اتكلم معاكم شويه. الاب مكمل ضرب في الام وريتشل بتقول انا عايزه كلب انا عايزه كلب. ساعتها الام بتضحك بكل هستيريا وبتقول له جسدك وعقلك كلهم باظوا بسبب الكحول. بيقول لها اخرسي، بيكمل كلامها قام فضل يضرب فيها، والغريب ان ديت كانت عماله تضحك. ففي الاخر سابها ومشي. البنت بتحاول تتكلم مع امها ولكن ديت بتصرخ فيها انت السبب تعستي، لولا اللي انا ولدتك كنا زماننا عايشين في جنه، ولكن من اليوم اللي انت اتولدتي فيه وحياتنا اتدمرت 180 درجه. بس الغريب ريتشل مش بتدي للموضوع اي اهميه وبتقول لها انا في حاجه عايزاها. قامت سخف وشها وقالت لها ابعدي عني. البنت طلعت للاوضه وبعدها راحت الغابه، لقت الكلب الصغير ميت فخيطته وفضلت العب بيه. وفي نفس الليله بالليل سمعت ابويا وامي وهم كانوا عمالين يتخانقوا كالعاده، ولكن المره دي الوضع زاد عن حده لانها يا صديقي لما فتحت الباب عليهم لقت الاب ماسك سكينه وعمال يطعن في الام لحد ما موتها. ايوه انا قتلتها علشان انتوا مصدر تعاستي، وباختفائكم حياتي هترجع زي الاول، وعلشان كده انت لازم تحصليها. البنت بتترعب بتطلع تجري بتوصل للاوضه بتقفل عليها الباب، بس دوت جاي وراها زي المجنون لدرجه ان هو كسر الباب وقال لها انت قتلتيه وبعد كده خيطتيه صح. قصده هنا يا صديقي على الكلب. فضل يضحك زي المجنون وفي الاخر قال لها انا مش عايزك. وفجاه البنت بتطلع من معاها مسدس، ولما بيسالها جبت منين بتعرفه ان هو كان مع الام. بيكون فاكر ان هي مش هتدوس على الزنات، ولكن دي بتقول كون جزء من عيلتي المثاليه. ومسكت الابره والخيط وبدات تخيطهم في بعض، ثم قطعت اطرافهم الاربعه واستبدلتهم باطراف اصطناعيه، وفي النهايه رسمت ابتسامه على وشهم بالخيط، وبكده احنا الثلاثه بقينا عيله سعيده. بس الغريب ان الشرطه اقتحمت بيتنا ودمروا سعادتي. داني بيقول لها انا فاهمك جدا كمان، بس اللي عرفته ان الكلب اللي انت قلت عليه في بدايه القصه ان هو كان تعبان ان انت اللي قتلتيه وبعد كده خيطتيه علشان يكون جزء من لعبتك صح؟ فبتقول له ايوه. بيقرب منها وبيقول لها انا وانت كنا مصدر تعاسه لاهلنا، وبما انك يا ريتشل ما تخليتيش عن متعتك الوحيده علشان عيلتك انا كمان هعمل نفس الشيء. انا عايز عينيك الجميله. زاك بقى الكلام دوت ما بيعجبوش وبيكسر التلفزيون وبيطلع جري على داني وبيفضل يخبط زي المتخلف. فبيقول له من غير صياح انا سايب لك الباب مفتوح. الواد بيخش وبيقول لها فعلا هو انت ناويه تقتلي كل اللي موجودين ومن ضمنهم انا؟ البنت ما بتردش فبيصرخ وبيكرر نفس السؤال. قام داني مستخدم السلاح اللي معاه وقال له ما تستخدمش العنف معاها. الواد لسه بيكون هيتحرك قام دوت ضرب رصاصه جنب رجله، معناها انا مش بهزر التانية هتكون في دماغك. وبيقول له هل مشاعرك اتغيرت دلوقتي ناحيتها بعد ما عرفت ان هي قاتله؟ قام قال له لا انا لسه ما سمعتش اجابتها. فقام قايل له الصمت خير جواب، كفايه بقى علشان انت كده دمرت اعصابها بالكامل، ابعد عنها علشان اقدر اللي انا اخليها تخف. البنت اخيرا بتتكلم وبتقول هو ليه كل دوت بيحصل معايا؟ انا كنت بس عايزاهم يكونوا مثاليين. اديك سمعت اجابتها يا معلم، هي كانت بتستغلك كل الفتره ديت، فقال الخلف ضر علشان ما قتلكش. ريتشل بتقول لزاك هو انا لو كنت بكذب عليك هتتخلى عني؟ فبيقول لها البنت بتنصدم وما كانتش قادره تتكلم وبتقول صح ما انا اكتشفت في النهايه ان انا كل اللي بعمله دوت غلط في غلط، اللي مخلياني مكمله. فحريقه بيتكلم وبيقول لها هو انت عايزاه يقتلك كتكفير عن ذنوبك وكده، بس دوت مش هيحصل عارفه ليه؟ علشان انت مذنبه وده معناه انك هتكوني في جهنم وبئس المصير. وكام كلمه ملتويه من الشيطان ده خلى البنت تطلع المسدس من الحقيبه وترفعه على زاك وبتقول له يا تقتلني يا اقتلك انا. فبيقول لها انا قلت لك ان انا بكره الكدابين. الشيطان بيوسوس بكلمتين بيخلي البنت تولع نار وبتدوس على الزنات، لكن برضه الاصابه كانت بسيطه جدا، وده اللي خلى الفاجر يرفع السلاح اللي معاه على دماغ زاك وقال له دي نهايتك يلا. المشهد دوت خلى ريتشل ما تستحملش اللي بيحصل فنزلت المسدس وهربت من المكان. هنا الدكتور اتجنن على الاخر وقال يا زاك انت ما ينفعش تعيش علشان انت لو فضلت موجود ريتشل مش هتسيبك. اما قال له انت معاك حق، وبكلمتين رفع نشوته وبسبب كده قدر ان هو يهرب منه وبدا يدور على البنت في البيت، واول ما كان بيخش هو الحمام ولكن البنت كانت عامله له فخ وكهربته. قام راح على المطبخ ودي كانت مستنياه ماسكه الولاعه وبتقول له انت لسه بتخاف من النار صح؟ رميتها وبوم انفجار بيحصل في المكان، بس لحسن الحظ ما حصلوش حاجه. في النهايه بيوصل للاوضه ودي بترفع عليه المسدس للمره الثانيه، فحط المنجل على رقبتها وقال لها قبل ما تدوس على الزنات هكون فاصل راسك عن جسدك. البنت بتقول له انت وعدتني انك هتقتلني، ليه دلوقتي عايز تخلف في وعدك؟ ما بتلاقيش منه اي اجابه فبتكسر الازاز وبتوصل للاوضه المنشوده اللي حصلت فيها كل شيء. لسه بيكون هيتكلم لقى داني ظهر من وراه وقال له كش ملك يا حبيبي، واحد من ورا والتاني من قدام، ولكن اللي ما كانش
كانش متوقع ان ريتشل بتدوس على الزنات. حكمت عليك بالاعدام ولا ايه؟ ولكن في الحقيقه الرصاصه بتعدي من جنبه، ايوه بتيجي في داني اللي بيقع على ركبته من اثر النزيف ومصدوم من اللي حصل، وما هي الا ثواني معدوده بيفارق الحياه. بس يا فرحه ما تمت يا عم زاك، البنت بترفع عليه السلاح وخلاص قربت تدوس على الزنات. قام دوت قال لها انا اتسهلت معاك كتير، وبحركه واحده بيجيبها على الارض. ولما ثبتها قال لها وانا في نهايه المطاف هموت على ايد واحده فاشله زيك. بس الغريب ان ريتشل ما كانتش مستسلمه، وكانت عماله تصرخ وبتقول له ارجوك ما تقتلنيش دلوقتي يا بنت، انت عبيطه ولا انا قاتل متسلسل بيستمتع بتعذيب ضحاياه. فلما تظهري ملامح الاستغاثه انا مش قادر الا انا اقاوم نفسي، ده غير اللي انا قتلت ناس بعدد شعر راسي، فمش هتيجي بنت بشخه زيك هتلعب عليا. ريتشل بتعيط وبتقول له انا مش عايز اموت، ارجوك ما تقتلنيش. فزاك ابتسم وقال لها اخيرا نطقتيها. وساعتها القمر الدموي بيتحول للون الازرق، واخيرا الثلاجه البشريه، الجبل اللي ما بيتحركش حرفيا ولا بيترفل له جفن لما بيقتل حد، بينهمر في العياط زي العيال الصغيره، وزاك بيسيبها تطلع كل مشاعرها السلبيه. بس لما بتطول بيقولها بروح امك اخلصي. ولما بيتحركوا هل الدنيا كده هتكون عسل في الطحينه؟ لا والله، البنت بترجع ثلاجه وزاك بيحس ان هو بيكلم جثه متحركه. المهم بيوصلوا للاسانسير، بس المشكله ان النور قاطع فمش شغال. بيفضلوا يفكروا هيعملوا ايه، وساعتها ريتشل بتتذكر ان في الكابو بتاعهم في مولد كهرباء. بيوصلوا ليه بعد شويه وقت، والبنت بتقول له انا هنزل لوحدي علشان عايز افتكر شويه حاجات كده قبل ما نمشي. فبيوافق، وفعلا ريتشل بتنزل لوحدها، واثناء ما هي رايحه للمكان المنشود بتسمع موسيقى خارجه من الاوضه بتاعتها. ولما بتوصل للصوت كان هناك جراي مستنيها، العقل المدبر لكل اللي بيحصل دوت. البنت بتخاف وبتحط ايديها في الشنطه علشان تطلع المسدس، ولكن الغريب ما كانش موجود اصلا. فبيقول لها اهدي انا مش هقتلك، انا بس هسال سين وهحتاج جيم، لا اكتر ولا اقل. مبدئيا كده انت شخصيتك اتغيرت. ثم بقى هو انت بتحب زاك ولا بتتلاعبي بيه علشان يخرجك من هنا؟ اللي انا اعرفه عن زاك ان هو مش هيقتلك علشان مش هيقدر، لانه تقريبا كده حبك. جيم مالكش دعوه، هو وعدني ان هينفذ امنيتي. فبيقول لها انت دخلت المكان دوت مجنونه وهتخرجي منه عاقله، ليه مصممه انك تموتي؟ قامت قايله له اي نعم انا خفيت ولكن انا هعيش لمين؟ مفيش حد متبقي لي في العالم ده، فالموت هيكون اريح حاجه بالنسبه لي، ولذلك ما تتدخلش في حياتي اكتر من كده وخليني اختار اللي انا شايفاه صح. تمام يا ست البنات، زرار الكهرباء هو بتدوس عليه وبتقول له ما تعمل فينا جميله وتقول لنا المخرج منين. فعرفها مكانه وقال لها ركزي على الازاز. ريتشل بتشكره قبل ما تمشي، بتنظر على الاوضه وبتتذكر كل ذكريات طفولتها. بعدها بترجع لزاك اللي قبل ما يخرجوا يا صديقي هنا كانت الصدمه، جثه داني اختفت والمسدس اللي هو كان ماسكه اتدمر. ما بيدوش للموضوع اي اهميه، وريتشل بتودع اهلها للمره الاخيره. ولما وصلوا للاسانسير علشان ينزلوا اتفاجئوا ان الاسانسير نزل للدور السفلي، وده معناه ان في حد استخدموه، والشك ده بيتحول ليقين لما بيلاقوا دم جواه. ما بيفكروش في الموضوع كتير وبيركبوا الاسانسير وبيتكلموا شويه، واخيرا وصلوا للطابق المنشود، ايوه المكان اللي هيخرجهم من الجحيم ده. بيحركوا الترابيزه اللي وراها الازاز بالعافيه، وزاك كان في كميه انشكاح وهو بيدمره. اخيرا هخرج من هنا. ولكن يا فرحه ما تمت، بعد ما بيعدوا للناحيه الثانيه بيلاقوا في درج طويل جدا مستنيهم. الله، هو العجوز بيضحك عليهم ولا؟ وهم بيطلعوا ريتشل بتقول انا فاكره المكان دوت كويس لانهم كانوا بيجيبوني هنا دايما، وفعلا السطح في اخر السلالم. فبيكملوا والحماس كمال الاتنين، وخصوصا ريتشل اللي يا صديقي بتضحك للمره الثانيه. الابتسامه ديت هزت حاجه جوه زاك، ولذلك اداها اغلى حاجه في حياته وهي السكينه ديت. ولكن وفجاه في انذار بيضرب في المكان، تم تفعيل نظام الطوارئ، سيتم بدء تفجير المبنى. الاتنين بيسمعوا الكلام دوت مننا بيفتحوا احلى سبرنت على الدرج. هو انت ناوي على ايه يا عم العجوز؟ اللي بيكون بيضحك بعد ما ولع في الاوضه بتاعته بيخرج منها وبيفضل يتكلم مع نفسه. هو انت مين؟ السؤال دوت لازم تساله لنفسك على طول. هو انا شيطان وبحاول اقنع نفسي ان انا ملك؟ وما بيكونش فاهم اصلا هو ايه اللي خلاه يعمل كده. بيبص حواليه وبيشوف نتيجه افعاله، وبيقول الحقيقه كانت قدامي دايما، ولكن انا كنت بتغاضى عنها علشان مش عايز اقنع نفسي ان انا الشيطان اللي بحقه حقيقي. بيكون متحسر وبيحسر نفسه اكتر لما بينزل الدور بتاع ايدي، وشويه وبيوصل للدور بتاع كاسي، وما كانش فاهم نفسه البتة. صحابنا بقى في الوقت دوت بيكونوا لسه مكملين طلوع على الدرج، بس ايه ده، بقيته مقفول بالقضبان ومش عارفين يعملوا ايه. واثناء ما هم بيفكروا بوم،
السقف بينزل عليهم، او بمعنى ادق المبنى كله بيتدك بكل ما تحمله الكلمة من معنى. هنا زاك بيحاول يدمر القضبان ولكن مفيش اي فايدة، والنار خلاص وصلت لهم. الواد اول لما بيشوفها بيتذكر الليلة المشؤومة وكان خايف لأبعد درجة، وبيقول انا مش عايز اموت محروق. ريتشل بتبتسم في وشه وبتقول له ما تخافش انا معاك، وبتحاول تهديه باي طريقة، ولكن زاك الخوف كان متملكه من ساسه لراسه، وكان عمال يرتجف ويقول انا هموت بنفس الطريقة اللي انا كنت خايف منها، انا فعلا جبان، انا كنت فاكر ان انا قدرت اتغلب على مخاوفي. ولما بيبص جنبه بيلاقي ريتشل بتحاول بكل ما اوتت من قوة علشان تدمر القضبان، فبيقول لها كل اللي انت بتعملي دوت مش هيكون ليه اي لازمة، فبتقول له على الاقل بحاول. الكلمة دي ترنت في ودنه وقال لها ابعدي انا اللي هدمره. وتخيل القضبان نفسه اللي هو خايف منها والنار اللي حواليه الراجل اللي ولع فيه، وقال كفايه بقى خوف لحد كده، وبضربه واحده بيقسم القضبان لنصين. بيبتسم والبنت بتبادله نفس الابتسامه وبيكملوا في طريقهم، واي حاجه بتحترق طريقهم الواد بيدمرهم وبيكون في كميه حماسه. في حفره بيكون قدامهم البنت لسه بتكون هتنوهه ولكن دوت بيكون شالها اصلا ونط وعمال يضحك. في وقتها السقف بيقع وبيسد عليهم الطريق. زاك بيقول لها انت واثقه ان انا هقدر ان انا ادمره صح؟ فبتقول له واثقه 100%. فقام منزلها وبوم اللي بعده يحصل اللي قبله، بس على الاسر اللي هو عامله دوت المنجل بتاعه بينكسر ولكن ما بيفرقش معاه وبيقول لها يلا، وبيكملوا. اخيرا وصلوا للسطح وزاك بيشكرها لولاكي انا ما كنتش هقدر اخرج من السجن ده. فدي بتقول له انت لما تخرج هتقتلني صح؟ على فكره انا رغبتي زي ما هي، بس انا مش عايزاك تقتلني علشاني، انا عايزاك تقتلني لما انت تكون موافق، ودي الحاجه الوحيده اللي هتخليني مبسوطه علشان انا مش هجبرك على حاجه انت مش عايز تعملها. وانا بسال السؤال دوت لانك اديتني اغلى حاجه عندك، وده معناه تقريبا انك مش عايز تقتلني صح؟ فبيقول لها ما تفكريش في الموضوع، لما اخرج هقتلك زي ما وعدتك، انا بعمل اللي انا عايز اعمله مش اللي غيري عايزه. البنت بتقول له تمام يا سيدي الناس. وقبل ما يخشوا الباب المقفول هنا كانت الصدمه اللي هتزلزل كيان زاك، لان في مسدس بيظهر من ريتشل من العدم وبيدوس على الزنات، حرفيا الطلقه بتيجي فيها بتقع على الارض غرقانه في دمائها. وده كان مين؟ ايوه المتخلف داني. ايه يا عم انت قطه بسبع ارواح ولا ايه؟ وبيقول بكل جنون انا اللي فعلت زرار الطوارئ، عارف ليه؟ علشان احنا كلنا مخطئين ولازم نموت. الواد بيتجنن وبيقول له انت بتعمل ايه يا عم دوت؟ اطلق عليه نار وقال له ما تتكلمش، انت مجرد خدام وضيع بيسمع كلام رئيسته، بموتها انت كده مش هتقدر انك تفي بوعدك. ودي بتقول له انا وعدتك ان انت اللي هتقتلني ولكن شكلي كده مش هقدر اوفي بوعدي. بيضرب عليه رصاصه ثانيه في رجله وبيقول له زي ما سمعت كده وعدكم خلاص ما بقاش ليه وجود. زاك بيقول لريتشل ارجوك استحملي لحد ما اقتل المجنون ده. داني بيقول له يا اخي طريقتك في الكلام حسستني انك انسان، فارجوك ما تتكلمش بالطريقه دي تاني علشان قلبي ما يلينش. ساعتها ريتشل بتعيط وبتقول له انت مخطئ في كل اللي انت بتقوله، زاك مش حيوان ولا وحش، ده مجرد انسان وهو منحني امل في الحياه. قام دوت صرخ فيها وبيقول لها انا اديتك كل حاجه وفي الاخر عايزه تسيبيني علشان مجرد وعد ملوش اي لازمه. البنت بتكمل كلامها وبتقول له انا ريتشل انسانه، عندي مشاعر، عندي احاسيس زيكم، فعايز اعيش بالطريقه اللي تناسبني مش الطريقه اللي انت كنت راسمها لي، ولذلك انا اخترت زاك عنك علشان هو تقبلني زي ما انا، لكن انت كنت عايز تسستمني على بروتوكول معين. بتبص للواد وهي بتخشع بالبكاء وبتقول له عادي لو ما وفيتش بوعدك، انا مش زعلانه منك، علشان كده ما تلومش نفسك، انت حاولت بكل ما اوتيت من قوه علشان تفي بوعدك، ولكن القدر كان ليه راي تاني. داني لما بيسمع الكلام دوت بيستشيد غضب وبيحاول يمنع نفسه ان هو ما يقتلهاش ولكنه ما بيقدرش، وبيدوس على الزنات للمره التانيه وبيقول بما انك مش عايزاني فانا هاخدك بالقوه حتى لو دي اخر لحظه في حياتي. وبيكون عمال يعيط وقبل ما يخلص عليها بيوصل جري علشان يجيله سهم في صدره والتاني جابه على الارض وقال لزاك انا اسف اللي انا جبتك هنا، خد البنت قبل ما تموت ويهربوا من المكان. زاك شالها ما بين دراعاته لسه بيكون هيخرج من المكان، لا المجنون قام وهو رافع على السلاح، بس برضه العجوز بيوقفوا للمره التانيه لحد ما زاك وريتشارد بيقدروا ان هم يخرجوا من المكان. انا ما كنتش مصدق ان الموضوع هينتهي بالسخافه ديت. داني بيقول له احترف اللي انا كنت اناني، بس انا كنت بشتغل لصالحك، ليه بتبعد عني اكتر حاجه انا عايزها في الحياه ديت؟ انا بذلت قصارى جهدي علشان تكمل تجاربك وخليتك توصل للنتيجه اللي انت عايزها، خليني بقى انا كمان احقق حلمي. انا مش هنكر
افتكر لولاك انا ما كنتش اقدر اعمل التجربه ديت اصلا. ومن خلال المعلومات اللي انا جمعتها عن زاك اكتشفت ان هو انسان بحقه حقيقي، ولكن الظروف هي اللي حولته لشيطان. اما بالنسبه لريتشل اتحولت بشكل جذري من بنت انانيه ما بتهتمش غير بنفسها لمراعاه من حواليها. ولذلك خليهم يعيشوا ويشوفوا الدنيا، انت خدت اللي انت عايزه، اما انا لسه. اول مره شفت عينيها كانت عباره عن ثقب اسود ما فيهوش اي شيء، بس مع الحب اللي انا كنت بديهولها عينيها بدات تلمع. ولكن ظهر زاك وسرقها مني. فما قايل له انت لما تعمل لها كل حاجه فاكرها ان هي هتبادلك نفس الشعور؟ داني احنا بشر ما بنقدرش نتحكم في مشاعرنا. في البدايه اصلا فكره المبنى دوت كانت غلط في غلط. يعني ايه اجمع قتله مأجورين واحطهم في مبنى وابعت لهم ضحايا علشان يقتلوهم؟ وكل دوت ليه؟ علشان عايز اشوف هل ممكن ضحيه تاثر على قاتل متسلسل. وفعلا دوت حصل. ريتشل وزاك وايدي التلاته اتغيروا، بس انا وانت لا. وكل اللي فارق معانا هي اهدافنا، وعلشان كده لازم نموت. وبوم المكان بتشتحوا النيران والمبنى بيدك فوق دماغهم. اما زاك وريتشل بقى وفي تلك الاثناء بيكونوا قدروا ان هم يخرجوا من المبنى، ولكن يا فرحه ما تمت الحريه ما اكتملتش لان الشرطه بتحوطهم من كل الاتجاهات. فزاك عرف ان ديت النهايه، فقال لريتشل اوعي تنسي وعدك معايا، وسلم نفسه من غير اي مقاومه. وبالتالي بياخدوا ريتشل يودوها على المستشفى علشان يتم معالجتها. اما زاك اشتبهوا فيه ان هو صاحب المبنى وكل الضحايا اللي اتقتلوا هو المتهم الاول فيها، بس مع الوقت ما لقوش اي دليل عليه، ولكن برضه اتحكم عليه بالاعدام بسبب الجرائم اللي هو عملها. اما الدكتوره بتاعت صاحبتنا بتطلع في لقاء صحفي وبتقول ان ريتشل مش بتتكلم ولا بتتفاعل مع اي حد، والجمله الوحيده اللي بتكررها على طول فين زاك القاتل المتسلسل، انا وعدته ان هو يقتلني. بنشوفها بقى يا صديقي وهي قاعده، ايوه رجعت لحالتها القديمه، تعابيرها مشيتها طريقه كلامها كله خالي من الانسانيه. الدكتوره بتقعد معاها بتحاول تفرفشها باي طريقه ممكنه، ولكن لا حياه لمن تنادي. بعدها بتروح تنام، تصحى الدكتوره تتكلم معاها مفيش اي استجابه. فالشريط دوت بيتكرر مرارا وتكرارا مرارا وتكرارا لحد ما المستشاره النفسيه بتاعتها طفحت بيها الكيل وقالت لها القاتل المتسلسل اللي انت بتسال عليه دايما اتحكم عليه بالاعدام. الدكتوره كانت مستنيه ان الخبر دوت يزلزلها، بس الغريب بتستقبل الخبر بكل برود اعصاب وبترجع على اوضتها بتحاول تنام. وفي الليل بتسمع صرخه بتصحيها، ولما بتبص جنبها هنا كانت المفاجاه. زاك بيكسر الشباك وبيقول لها انا هربت من السجن علشان انفذ وعدي. البنت كانت هتطير من الفرحه. يلا بقى خلينا اقتلك بسرعه علشان تم محاوطتنا من كل الاتجاهات. هنا ريتشل بتعيط وبتخرج كل مشاعرها. بيمد ايديه وبيقول انا مش ملاك علشان انجدك، انا هو اخر الطريق. اصل في البدايه انت وانا روحين ضايعين هيتقابلوا تحت سقف الجحيم. وبعدها بيضحك ضحكه مجنونه مليانه حياه وشدها ناحيته. دي كانت قفزه الحريه. والليل بلعهم اكنهم عمرهم ما كانوا هنا. بص يا عم الصديق النهايه ديت ليها قولين. القول الاول البنت من كتر التعب تخيلت زاك ونطت معاه وبكده هي انتحرت. اما القول الثاني زاك هرب من السجن ووفى بوعده. فقول لي تحت اني افضل نهايه من الاثنين. انا بالنسبه لي الثانيه. متفق ولا لا؟ ما تنساش اللايك والاشتراك. اوكي شفت الفيديو اللي انت خلصته ده؟ ما يجيش اي حاجه في الفيديو ده، اسمع وشوف ولو عجبك دوس يا مان. المختلون عقليا بشر بل وحوش يستمتعون بتعذيبك يتلذذون بمعاناتك، شياطين لابسين أقنعة الملائكة وتكون أنت من أطلق من عقال الجحيم شيطانهم الأكبر وحش